الناس اللي بتحب تعمل بقى معجنات وقرص وما بتظبطش معاها، تعالوا بقى شوفوا الفيديو دوت، هنقول فيه كل الاسرار اللي تطلع معاكي القرص مظبوطه بالمنظر دوت. بصوا الجمال، قرص فلاحي بقى تاخدك كده للطعم بتاع زمان، حاجه كده ما يعلاش عليها، وعجينه طريه. بصوا هشه تحفه، ريحتها جايبه لاخر الدنيا بجد. التسويه بتاعتها ممتازه والمقادير مظبوطه. يلا بقى نقول كل حاجه تخص المعجنات. اشتراك ولايك للقناه، وتعالوا نسمي بالله ونشوف عملنا الكلام الجميل ده ازاي مع بعض. اول حاجه حبايبي، عندي كيلو الا ربع دقيق، حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر، رشه ملح، معلقه كبيره خميره، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. دي كده عندي المقادير الجافه دي كلها. نقلبها ونركنها على بعض. لو مش متأكدة من الخميرة، اعمليها الأول تيست في شوية مية. وادي معلقة شمر على ينسون، نص كوباية سمنة. اختاري نوعية سمنة حلوة هتفرق معاكي في الطعم جدا. نقلب كله مع بعضه، وبعدين هنزل بكوباية من اللبن الرايب. اللبن الرايب ده بصوا بقى بيفرق في المعجنات بطريقة فظيعة. ما عندكيش لبن رايب، يبقى كوباية حليب عليها معلقة خل وسيبها 10 دقايق، أو كوباية زبادي. هقلب وبعدين هكمل عجن بالميه السخنه، مش سخنه قوي، لازم الميه تكون دافيه، درجه الحراره ما تزيدش عن 40 عشان الخميره ما تموتش معاكي. ممكن تعجني كله باللبن طبعا على حسب امكانياتك. نعجن لحد ما العجينه تلاقيها لمت معاكي ونعمت، ومفيش بقى ولا دقيق ولا سوائل في قلب الطبق. مش اقل من 10 دقايق كده. اخر خطوه بقى معايا دي حاجه اختياريه، معلقتين قشطه من وش اللبن. لو عندك ضيفيها، مفيش مشكله، ما تزعليش نفسك. ونلم العجينه بيها كده، هي بصراحه بتدي طعم جميل جدا. وكده معايا العجينه تمام. نسيبها بقى تتخمر حلو نص ساعه كده. طبعا انا عجنه بالميه الدافيه، فهسيبها هي نص ساعه. بصوا، لازم يكون في عرق كده في العجينه، وتكون مش ملزقه معاكي وتكون طريه. نغطي عليها. بصوا العجينه خمرت معايا اول تخميره. نلم بقى وبنبتدي نقطع القرص بالحجم اللي احنا عايزينه. ممكن كمان لو عندك ميزان وعايزة بقى الحكاية مظبوطة شوية، اوزني تبقى القرصة في حدود 35 جرام. ما تكبرهاش قوي أو ولا تصغريها، خليها في الوسط. نرص في الصاج، نخلي فيه مسافة عشان لسه التخمير. وبعدين نبطط القرصة كده، ما تخليهاش تخينة قوي ولا رقيقة قوي. على فكرة كمان ممكن تحشيها، تستغني عن الشمر واليانسون واحشيها بقى بعجوة أو بملبن اللي يريحك. هنسيبها بقى تتخمر تاني مرة ربع ساعة بالكتير، وندخلها على فرن سخن. ما بتاخدش في الفرن أكتر من ربع ساعة، على حسب الفرن بتاعك، من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. أول ما تخرج وهي سخنة نرشها كده ببخاخة مية. وادي القرص اهيت بعد ما بردت، تحفة يا جماعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ودعوة حلوة منكم. سلام عليكم.